للأسف في ستارت اب بزنس كتير بيجوا في شهر رمضان ووقفوا نشر المحتوى والريتش بتاعهم بيقع، ودي بتبقى غلطة قاتلة. لو خدنا بالنا هنلاقي البراندات الكبيرة بتركز على شهر رمضان، بالعكس كمان دي هي بتضاعف وبتكثف الإعلانات في شهر رمضان لأهمية الشهر الكريم ده. لأن الكاستمر بيهيفير بيختلف عن باقي السنة. الناس بيبقى عندها وقت إن هي تتفرج على مواقع التواصل الاجتماعي، عندها وقت تشوف إعلانات ومنتجات، وفي نفس الوقت عندها احتياجات للمشتريات، فهي بتشتري بكميات كبيرة عن اي وقت تاني في السنة. فعلشان كده مهم ان انت تهتم بشهر رمضان الكريم، وتهتم ان انت تنزل محتوى. عشان كده انا عملت لك كورس ازاي تضاعف مبيعاتك في شهر رمضان. مش بس انك تنشر محتوى، ولكن اقول لك تبس وتريكس وايكويجن تخليك تستفيد اقصى استفادة وتعلي المبيعات في 10 لو اتبعت الخطوات اللي هقول لك عليها. انا مين؟ انا امال نصحي، بزنس كوتش حاصل على ماجستير اداره اعمال من جامعه القاهره، وكنت مديره مبيعات سابق من اكبر شركات في تسويق التكييفات. وعندي 6 كورسات على منصه يوديمي بفضل الله، من الترشيحات الاولى للمنصه. الكورسات في التسويق وفي البيزنس وفي كتابه المحتوى والتسويق بالمشاعر. وكمان عندي حوالي 2000 ستودنت حول العالم، وبقالي 7 سنين بقدم استشارات للستارت اب بزنس، والحمد لله وبفضل الله محققين نتائج مذهلة. اكبر واهم سر تخلي المبيعات بتاعتك بتتضاعف ان يكون عندك حاجة مميزة، حاجة البراندات التانية مش بتعملها. انه يكون عندك big promise، بروميس كبير، وعد كبير بتوعد العميل بيه لما يستخدم المنتج بتاعك. تلاقي البراندات الكبيرة زي برسيل بتقولك برسيل ياخدي على أصعب البقع. هو بتديله وعد قوي، وعد ان هو مش مسحوق عادي زي كل المساحيق اللي موجودة، ولكن هو بيخلصك من مشكلة كبيرة جدا. فانت تبقى عارف ان المنتج ده مختلف. ايه بقى الوعد بتاعك ده؟ ليه تكنيكس وليه طرق علشان تخلي العميل يلتفت ليك ويحس ان انت عندك حاجة مختلفة، حاجة قوية هو محتاجها. الكونتنت is the king. الكونتنت هو اهم حاجة في بناء بزنس ناجح. هو اللي بيوصل للعميل قد ايه المنتج بتاعك مميز، هو اللي بيبني الثقة بينك وبين العميل، فيبقى مطمن وهو بيشتري المنتجات بتاعتك. هو كمان اللي بيبني مشاعر بينك وبين العميل، فيحب المنتج بتاعك ويفضله عن المنتجات التانية. كل ده بيحصل بان انت تبقى فاهم هو العميل منتظر منك ايه. العميل بيبقى جواه مخاوف، فهو مستني محتوى يرد على المخاوف دي. العميل بيبقى عنده توقعات، مستني piece of content ترد على التوقعات دي. العميل عايز انك تبني جوه عقله ذاكرة ان هو يفتكر المنتجات بتاعتك. وعشان كده مهم في شهر رمضان انك انت تحط المنتج بتاعك في اللايف ستايل الجديد. يعني في شهر رمضان الناس بتتزور كتير، فانت ازاي بقى هتحط المنتج بتاعك في ان هو وهو رايح المشوار الفلاني يلبس البراند بتاعك، او لو هو خدمة، فازاي تفهم كويس قوي هو بيمر بايه وهو محتاج الخدمة دي امتى من يومه وهو في شهر رمضان الكريم. لو انت عملت كونتنت ماركتنج وقدرت فعلا تبني ثقة مع العميل، لما تيجي تقدم البروبوزال او الكيلر اوفر، العرض اللي صعب جدا العميل يقولك لا عليه، هتلاقي العميل بيشتري بمنتهى السهولة. الكيلر اوفر للأسف ناس كتير فاهمة ان هو الخصومات او الفترة محدودة، ده مش هيبقى ليه تأثير، ولكن ليه في استراتيجيات اقوى واكبر نعرفها مع بعض في الكورس. انك تبيع مش هي دي المشكلة، ولكن انك توصل لأقصى استفادة من مبيعاتك وتوصل لأعلى بروفيت،
هو ده التارجت بتاعنا وهي دي الخطة بتاعتنا. في ناس بيبقى كل همها ان هي تبيع، لا احنا همنا وهدفنا ان احنا ازاي نستفيد ونعلي المبيعات 10 اضعاف. دي ليها تكنيكس وليها equation سهلة وبسيطة، ولكن في ناس كتير بتهملها وناس كتير ما تعرفش حاجة عنها. علمها لك بالتفصيل علشان تقدر توصل لأقصى استفادة في شهر رمضان، ويكمل كمان معاك بعد رمضان، لأنك خلاص فهمت ايه المفروض تعمله. الكورس هيكون مسجل. لو انت هتحجز النهاردة هتتاخد 3 هدايا قيمة. أول هدية معانا هتاخد خصم 50%. تاني هدية هيكون كورس مجاني ازاي تبدأ مشروعك الخاص بدون مخاطرة وبدون رأس مال. الكورس ده قيم جدا وبيصلح مفاهيم كتيرة عن البيزنس، وفعلا هيفيدك جدا جدا. اخر حاجة، اخر هدية هيبقى استشارة مجانية معايا لمدة نص ساعة، عشان لو في اي حاجة وقفت معاك في التطبيق او عندك اي مشكلة في البيزنس بتاعك. كل ده قيمته 3000 جنيه، لكن لو حجزت انت معايا النهاردة هتاخده ب500 جنيه فقط. العرض ده لأول 10 فقط. 500 جنيه دي يعني تمن خروجه. فانت يا اما تصرفها وتنساها، يا اما تستثمرها في الكورس اللي هيرجع لك الرقم ده 10 اضعاف. للحجز والاستعلام راسلنا على الرقم الموجود على الشاشة واتساب، وفريق العمل هيرد عليك. استناكوا في الكورس علشان فعلا يغير البيزنس بتاعك وتستفيد اقصى استفادة من شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم بخير.